بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم احبتي الكرام، فيديو جديد ان شاء الله غادي نقدم فيه عسل ديال المعسلات يعني تستعمل في الشباكيه، البريوات، اي نوع ديال المعسلات وبطريقه بسيطه وسهله. هنا خديت كيلو ديال السكر او قلب ديال السكر، درت معاه ايترو ديال الماء. بالنسبه للطريقه ديال كيفاش كيطيب لينا العسل، كنديروا يعني هاد القلب او كيلو ديال السكر كنديروا معاه ايطرو ديال الماء وكنخليوه حتى كيذوب. كنديروا معاه طروفه ديال الحامض وكنسدوا عليه. بالنسبه للطنجره ديال الضغط كنسدوا عليه ساعه ومن بعد ساعه كنحلو على النار تحت المتوسط، يعني النار تكون مهيله بزاف ساعه باش ما تحرقش لينا. بعد ما كتجوز ساعه كنهزو فيه شويه وكنبقاو نحطوه شي طبسيله حتى كيبرد. عاد ديك الساعه كتبان لينا واش مزيان العسل، واش يعني جاريه، واش خصها الماء. انا زدت طروفه ديال الحامض كيف قلت لكم، يعني كنقلبوها كما قلت لكم، كنهزو فيها شويه وكنبقى نقلب حتى كتولي لينا، يعني كنراقبها كتكون مزيانه. صافي من ديك الساعه راه صافي كان يعني مزيان. الا بانت لينا يعني جاريه بزاف، مازال ما ولات يعني ما خاطراش، كنعاودو نسدو عليها ديك الساعه واحد نص ساعه اخرى على نار مهيله او ربع ساعه على حساب وصافي. والسر باش تعرفوا باللي ان العسل مزيانه طيبه، الحامض يولي على هذا الشكل. الا لقيتوا الحامض يعني محمر على هذه الطريقه، عرفوا بلي راه العسل واخده الطياب ديالها، يعني الطياب كامل. صافي هاد الطريقه اللي قلت لكم، خديت شويه ديال واحد المعلقه تقريبا، حطيتها في واحد الطبسيله صغيره وبديت كنقلب فيها حتى بردات. صافي من بعد ما بردات صافي كتبقى ليا راه هي مزيانه، ما خاطرش بزاف، ما قاصحاش في نفس الوقت، ما جارياش، يعني مزيانه. صافي انا هاد الطريقه اللي كنستعمل يعني بسيطه وسهله، وبالنسبه للناس اللي باغيين ينسموها راه يقدروا ديروا القرفه، يقدروا ديروا الحشوب المنسمه. انا اكتفيت بهذه الطريقه فقط، سهله وبسيطه. صافي هنا العسل ديالي وجدات ليا من بعد ما بردت ليا تماما، خليتها ليله كامله ولات ليا هذا الشكل، خذات اللون زوين، جات مزيانه، ما جارياش ما قاصحاش. شكرا احبتي الكرام على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. وما تنسونيش باللايكات ديالكم.